ازاي اذاكر الانجليزي بطريقة صحيحة واجيب فيه امتياز وانا مغمض عيني، وخصوصا الانجليزي. الانجليزي مادة سهلة جدا وتقدر تقفلها بكل سهولة مقارنة بباقي المواد زي الرياضة. بسم الله ما شاء الله، هندسة وجبر وحساب مثلثات وحوار كبير، لكن الانجليزي بسيط. ازاي تخليه مادة ممتع كده ويفتح نفسك عن المذاكرة؟ وده اللي هنعرفه النهاردة. الانجليزي ده بالنسبة لناس كتير مادة ما تذاكرش ولا تتحفظ ولا اساسا تفتح نفس الواحد على المذاكرة. واحنا عارفين من زمان دايما ان احنا كنا بنروح الامتحان نجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وتعدي بستر ربنا كده وكلنا ننجح وبتعدي والحمد لله. لكن احنا دلوقتي داخلين على مراحل مهمة ما ينفعش فيها العك ده خالص، ما ينفعش فيها الهبد بمعنى اصح. الانجليزي ده بالنسبة للناس مادة تحصيل حاصل، اللي هو ايه؟ مادة اساسا ان هم قفلوها حاجه سهله بالنسبه لهم، حاجه تافهه، تجميع درجات مش اكتر. يعني في ناس بتقفلها بكل سهوله، بس دول 30%، في بقى ال 70% دول على الله حكايتهم ما يعرفوش حاجه. ازاي بقى تذاكر الانجليزي بطريقه صحيحه وتفهمها وتخليها ماده ممتعه كده؟ الناس اللي بتحب الافلام الاجنبي تركز معايا كويس. الناس اللي بتعشق الاكشن والاجنبي هتلاقي متعه كبيره بصراحه في تعلم اللغه الانجليزيه. يلا مع بعض نعرف ازاي هتذاكر انجليزي وازاي هتقفل. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعمل اشتراك في القناة، العلامة الحمراء اللي تحت شايفها، انا عارفك انت شايفها بس مكسل تدوس عليها. اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكل ده مجاني مش بفلوس. ويلا مع بعض نشوف الطريقة اللي هنذاكر بيها الانجليزي. بداية كده وانت بتقرا الانجليزي انت ممكن تكون تحفة في القراية. ممكن تمسك اي كشكول وتقراه، ممكن تمسك اي كتاب وتقراه بالانجليزي بطريقة كويسة جدا. يعني انت في القراية ممكن تكون بيرفكت من الاخر، في القراية بتبقى تحفة، لكن بتقرا ايه ما تعرفش. ده بالظبط عامل زي ايه؟ زي اللي سامع القطط بتنونو ومش عارف هما بيقولوا ايه، بس هو ممكن ينونو معاهم بس هو ولا يعرف هو بيقول ايه ولا هيفهم هما بيقولوا ايه. ده نفس المثل ده هو بعينه ده. فانت كويس في القراءه لكن ما بتعرفش تذاكر، ما بتعرفش بتقرا ايه، ودي المشكله اللي احنا عاوزينها هنا. ازاي بقى تفهم اللي انت بتقراه؟ اول كلمه وما تزعلش مني، ده رايي في الانجليزي، ده رايي في الانجليزي ومذاكره الانجليزي. انا ولا جايبه من على جوجل ولا من ورا الكتاب من ظهر الكتاب ولا من دكتور كبير ولا حاجه، دي طريقتي في مذاكره الانجليزي. فبص الطريقه اهي. اول حاجه تمسك كده ايه الدرس او الموضوع اللي انت هتذاكره، تعمل ايه بقى؟ احفظ كلمات على قد ما تقدر. اول طريقه انك تحفظ كلمات كتير، بس مش هقول لك في اليوم احفظ لك 50 60، لا لا مفيش الكلام ده. في اليوم احفظ لك 5 كلمات ببساطة. 5 كلمات، اهم 5، ما هم مش كتير عليك. ولا انت لو كتبتهم كده 1 2 3 4 5 كتبتهم على ايدك هتحفظهم وانت رايح مشوار وانت رايح تلعب وانت قاعد هتحفظهم. وفي ناس تاني شايف ان 5 كلمات قليلين. 5 كلمات في اسبوع 7 ايام لو هتنتظم يبقى 35 كلمة. تخيل انت في الشهر يبقى معاك كام كلمة؟ شهرين في الثلاثة. تخيل بقى لو انت من اول السنة ماشي على الحوار ده هيبقى معاك كام كلمة؟ عدد لا نهائي وعدد كبير جدا من الكلمات. دي اول حاجة، انك تحفظ كلمات على قد ما تقدر. بس خلينا عشان نمشي بانتظام 5 كلمات. تمسك ايه؟ تجيب تجيب دفتر، بس دفتر كبير كده عشان يفضل معاك دايما. تكتب 5 كلمات، بعد بكره 5 بعده 5 بعد، وتيجي اخر الاسبوع تراجع عليهم عشان الانجليزي بيتنسي. ده المدرسين نفسهم بيراجعوا على الكلمات. والكشكول اللي انت هتخليه ده يفضل معاك دايما، سواء انت في اعدادي ويفضل معاك لحد سنه ويفضل معاك لحد جامعه. صدقني هو الكشكول ده اللي هيفكرك بالكلمات وهيفكرك بالانجليزي. تاني نصيحة احفظ برضو كلمات. احنا مش قلنا اول نصيحة احفظ كلمات؟ تاني برضو نصيحة احفظ كلمات، بس تحفظها ازاي بقى عشان ما تنساهاش؟ خدها مني نصيحة، وانت بتحفظ كلمة انجليزي حطها في جملة. يا سلام عليك بقى ايه بتحفظ كلمة كده تحطها لنا في جملة، زي كلمة مثلا كلمة تنس او بوك او بلاي. وانت بتحفظها كده حطها في جملة. حلو. كلمة بلاي حطها في جملة. للعلم هي بلاي يعني بي تقيلة مش بي خفيفة، بس انا عشان انت تسمعها بلاي عشان الصوت بس انت مش واضح، لكن هي بي تقيلة بلاي، ممكن تسمعها صح غلط. بس ما علينا من النقطة دلوقتي. آه حاول تحط الكلمة وانت بتحفظها تحطها في جملة تبقى فنان. اوعى تحفظ الكلمة وحدها تحفظها كده منفردة لا، حطها في جملة تكون لي منها جملة.
كده انت هتعرف تتكلم انجليزي بطريقه بيرفكت بصراحه حلوه جدا. تاني حاجه بعد كده، تالت حاجه بعد ما حفظنا الكلمه حطيناها في جمله عشان ما ننساهاش، تالت حاجه اسمع نطق الكلمه. ازاي اسمع نطق الكلمه؟ انت مثلا بتحفظ كلمه بس للاسف مش بتقولها او مش بتسمعها، فبتحفظها كده بتكتبها كده، بتكتبها تكتب تفضل تكتب فيها تكتب فيها تكتب فيها لحد ما تحفظها. حاول بقى وانت بتكتب كده تسمعها. تسمعها ازاي وانا هجيب مدرس جنبي؟ لا، كلنا معانا موبايلات. ادخل على جوجل واكتب ترجمة جوجل، هتجيب الكلمة تكتبها بالانجليزي مثلا زي كده، وتدوس هتلاقي تحت الترجمة هتلاقي في علامة كده علامة النطق، هتدوس عليها تنطق لك الكلمة. مش عارف زي كده تسمعها ولا لا. شوف يعني اول ما تكتب كلمة زي مثلا تكتب كلمة بلان يعني خطة، لو كتبت كلمة بلان على ترجمة جوجل هينطقها لك، هيقول لك بلان يعني هتسمع الكلمة وانت بتكتبها كده يبقى تمام خالص. حلو. انت دلوقتي بتكتب الكلمة بعد كده سمعتها كده تمام، وانت بتحفظ بعد ما تحفظها والدنيا حلوة تحطها بقى في كذا جملة. تمام. دي ممكن تاني او تالت نصيحة. بعد كده هتعمل ايه؟ طب انا عاوز اطبق ازاي يعني؟ اسأل. اسأل اي سؤال غبي. ما خلي زملك يضحكوا عليك. انا عن نفسي في الكلية بسأل اسئلة غبية والكل بيضحك، بس بعد ما الدكتور بيمشي مش عاوز اقول لفظ وحش بيرجعوا يسالوني انا، طب ما الدكتور كان قاعد ما سالتوش هو ليه؟ ولا لازم تضحكوا علينا وبعد كده تستفسروا مني انا؟ ده ايه انت اسال اي سؤال. والحاجه بقى التكايه بقى انك تتكلم انجليزي، ودي مش تكبر ولا حاجه، لا. اتكلم مع المدرس بتاعك انجليزي، مع اصحابك، مع اهلك، حتى لو النطق بتاعك غلط المهم تتعود عليه. انت مثلا جيت النهارده كلمتني انجليزي حلو وقلت كلمة غلط، أكيد أنا هصححها لك. كده أنت إيه؟ مع الوقت بتتقدم، مع الوقت كلماتك بتتصحح، فاهم؟ والكلمة بتثبت. أنت حفظت كلمة النهاردة اتكلم بيها مع أصحابك، قلت لك حطها في جملة واتكلم بيها مع أصحابك، كده أنت مش هتنسى الإنجليزي خالص. هتحس إن الإنجليزي ده اللغة بتاعتك. بعد كده النصيحة اللي بعد كده إنك كلمات برضه، يعني أنت مالكش غير الكلمات. بالكلمات هتقدر تحل قواعد. أنا عارف القواعد ليها درجة في الامتحان، بس انت لو مش حافظ كلمات مش هتعرف تحل قواعد، خلينا متفقين على كده. لانك هتقرا جملة انت مش عارف هي بتقول ايه. فنصيحة لازم تحفظ كلمات عشان تعرف تحل القواعد. القواعد هتتحل من خلال الكلمات، عشان ما حدش يقول لي انت نسيت القواعد. لا، القواعد هتتحل من خلال الكلمات. تمام. بعد كده في كلمات طويلة شوية زي ايه؟ زي كلمة زي congratulations اللي هي التهنئة. كلمة طويلة عليك انك تحفظها، فقسمها كده: congratulation congratulation. دي الكلمات الطويلة عشان تعرف تحفظها. في كلمات في كلمة واحدة بس متكونة من 20 حرف هتلاقيها في كلية الطب ان شاء الله لما تدخل. كلمة واحدة بس من 20 حرف. تخيل انت هتنطقها ازاي. الكلمة الطويلة قسمها، وبعد ما تقسمها هتلاقيها بتيجي معاك كلها كلمة واحدة بعد ما تقسمها. بعد كده من اهم حاجة برضو، حاجة مهمة لازم تعملها: تحل كتير. حل كتير على قد ما تقدر. حل كل الأسئلة، مش تسيبش سؤال غير لما تحله. اوعى تنفض له السؤال اللي تنفض له هو اللي تلاقيه في الامتحان. بعد ما تذاكر الدرس حل عليه. حل عليه لأن الحل هتكتشف في الحل كلمات جديدة، هي دي بقى اللي موضع امتحان. الكلمات اللي هتكتشفها في الحل هي دي اللي موضع امتحان. فحل كتير على قد ما تقدر. أول ما تخلص الدرس حل بقى، ابتدي حل كل حاجة، حل كل سؤال، حل كل نقطة. مش لازم يتاخد واجب عشان تحله، فحاول تحل على قد ما تقدر. آخر بقى حاجة المتعة بقى، إنك تسمع أفلام إنجليزي، تسمع أفلام أجنبي. لما تسمع أفلام أجنبي وتسمع النطق الصح هتلاقي نفسك يعني اتعودت عليه. هتلاقي المتعة، لا هي متعة فعلا لما تلاقي نفسك قاعد كده قصاد فيلم أجنبي وفاهم هما بيقولوا ايه من غير ما تبص على الترجمة تحت. متعة كبيرة بصراحة، يعني متعة كبيرة جدا يعني. لما تبقى قاعد كده بتسمع فيلم أجنبي مش محتاج انك تبص على الترجمة، في كلمات بتلقطها وهما بيقولوها في الأفلام الأجنبي، الكلمات دي هتثبت معاك هنا. كده يبقى الفيديو بتاعي انتهى. وزي ما قلنا
الكلمات ثم الكلمات ثم الكلمات. لو انت وصلت للفترة دي من الفيديو يبقى انت مهتم فعلا بالانجليزي ونفسك تتعلمه بطريقة كبيرة. يا ريت لو في اي مشكلة بتقابلك تاني في الانجليزي تقول لي عليها. انا الفيديو كله بفهمك اهمية الكلمات. انا في ثالثة اعدادي او في اعدادي كنت بنجح في الانجليزي، كنت بعدي النص، يعني كنت بعدي النص بالعافية، كنت بنجح بالنص بالمعنى. اولى ثانوي برضه كنت بنجح بالنص. دخلت تانية وثالثة بصراحة خدت عند مدرس غير مفهومي خالص، قال لي الكلمات ثم الكلمات ثم الكلمات، كان بيدينا كلمات كتيرة. دخلت ثالثة ثانوي جبت درجة تحفة في الانجليزي. بالثالثة ثانوي على ايامنا احنا الامتحانات كانت امتحانات مش لعب عيال. جبت درجة تحفة تقريبا 46 او 45 من 50. انا ما كنتش متوقع اساسا ان انا اجيب درجة زي دي. يعني شوف لو افتكرت ايام اعدادي نجحت عديت النص بالعافية. لكن الطريقة دي هي اللي انا ذاكرت بيها الانجليزي بعد كده بدءا من تانية ثانوي لحد دلوقتي. طريقة ممتعة جدا على الرغم ان التخصص بتاعي مش انجليزي، تخصصي فلسفة، بس انا سايب الفلسفة وبذاكر انجليزي لان في متعة، في انبساط بصراحة. الواحد بيبقى فرحان لما بيفتح جهاز الكمبيوتر يبقى فيه كل حاجة بالانجليزي فبيبقى فاهمها. قبل اي حد مثلا، اي حد سافرت اي مكان تبقى فاهم انجليزي، تفتح الموبايل تبقى فاهم انجليزي. يعني تدخل على البرامج اللي بيضحكوا علينا دول هتبقى فاهم انجليزي، محدش يعرف يضحك عليك. الانجليزي اهم مادة حتى لو مش تخصصك، اهم مادة واهم لغة، مادة تأسيس، حاول تتأسس فيها صح. كده يبقى الفيديو بتاعي انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.